اللي يخلي حد ان هو يتوجه لمكتب متخصص في اجراءات تسجيل علامات تجاريه التخصص ده اللي بيخلي صاحب الشركه او صاحب العلامه التجاريه يروح يدور على حد متخصص في اجراءات التسجيل، ان هو عارف ان الشخص ده هيقوم بدور افضل بطريقه احسن في ازاي اقدم العلامه التجاريه، ايه اللي يخلي العلامه التجاريه بتاعتي تتقبل، ايه اللي ما يخليهاش تترفض، اعمل ايه عشان علامتي تتقبل وتتسجل، اعرف ازاي ان الاسم ده ينفع اصلا يبقى علامه تجاريه مسجله، اعرف ازاي ان الاسم ده ما يبقاش عليه رفض بعد كده من قبل الاداره الحكوميه ولا لا. فهي عناصر كتير جدا. هسجله ازاي، ايه الفئات اللي انا المفروض اسجل عليها، هتابع اجراءات التسجيل ازاي، هلتزم بمتابعه المواعيد القانونيه ازاي، لان كل اجراء من اجراءات التسجيل له مواعيد قانونيه، لازم التزم بالمواعيد القانونيه فيها عشان اسدد رسوم معينه فيها. كل رد بيجي لي من المكتب الحكومي لازم انا اكون جاهز برد قانوني عليه، على القرار. لو جالي قرار بالرفض لازم اعرف ازاي اعمل تظلم، لو جالي قرار بالقبول هدفع رسوم النشر، لو جالي اشتراط معين في القبول هنفذ الاشتراط ده ازاي، لو العلامه دي فيها مشكله في اجراءات تسجيلها ايا كان نوع المشكله دي هقدر اواجه المشكله دي او احلها ازاي بعد كده بطريقه بروفيشنال او متخصصه. اللي يضمن لي كمان ان الموضوع يكون يتسجل بطريقه صحيحه، لان ممكن حد يسجل علامه تجاريه وفي الاخر التسجيل بتاعه ما يكونش صحيح، حتى لو بعد ما خد شهاده التسجيل ممكن تبقى غلط.